يعني قاعدين ببيوتنا. طبعا هاي مناشدة إلى معالي السيد الوزير المحترم. السيارة اللي ضربت السيارات اللي واقفة مال العوائل مأمنين ببيتنا، باعوا القزيز يعني بس باعوا شو مسوي بسيارة أختي، طاق الستيرن من جوا باعوا. يعني إذا عائدية مال السيارة موجود الرقم، عائدة لوزارة الداخلية، وعلى فكرة انهزم. شوفوا الستيرن من قوة الضربة، باعوا الستيرن وين طافر، باعوا. هذه مناشدة إلى السيد وزير الداخلية المحترم. احنا أقمنا طبعا دعوة بمركز المسبح، شكرا إلى كل الضباط اللي موجودين، وتحية حب وتقدير إلى 911 اجوا ركض خطية، ما حد ما قصر من عندهم، بس مال احنا مأمنين ببيوتنا. وهاي القزيز والعالم، طبعا العالم سحبت سياراتها، يجي بسرعته بهالشارع، هذا الشارع يضرب هاي السيارات اللي هذا على باب الله هذا، ويفلش العالم، ورقم السيارة موجود. فأني أطلب من سيد وزير الداخلية إنه نعرف هذا الشخص منو، لأن رقم السيارة موجود، التصوير موجود. هذا استهتار هذا بأرواح العالم. لنفرض إنه مو سيارات، عائلة دا تعبر، ناس واقفة، شباب واقفة، كان سويت بيهم اليوم؟ كان سويت أنت جريمة، كان سويت جريمة حضرتك. هاي العالم طلعت سياراتها ليش هيجي؟ 4-5 سيارات مضروبة كانت هنا، من ضمنهم سيارة أختي. يعني أنت لو بشر مو حديد، بشر اليوم واقف على الرصيف، إذا سيارة هيجي سقطتها وسويت بيه، لو بشر واقف كان سويت بيه. وبأي حق سيارة حكومية تتصرف بيها هذا التصرف بالشارع وتنهزم؟ يعني ما فكرت اكو تصوير اكو شيء؟ على الأقل ارجع تأسف من العالم هاي، تأسف من الناس، ايش عبالك؟ على العموم أنا أتمنى هاي المناشدة توصل إلى السيد وزير الداخلية. بالإضافة أنا راح أرفق الرقم ويا الفيديو، لأن رقمك مبين. هاك شوف صاحب هاي السيارة، ليش هذا مو على باب الله خطية؟ ليش فلشته؟ وغيره هناك كانت السيارة، ولي قدامك سيارة. العالم راحوا المركز المسبح يشتكون، ومن ضمنهم إحنا. يعني بس تخيلوا لو إنسان مو سيارة واقفة، لو إنسان كان أنت سويت بيه. شوفوا حتى الحساس، العقل، الشريط، يعني انت ستيرن سيارة طابقة تيجي تضربها هاي الضربة. لو انسان واقف شلون تفوت بشارع بهاي الطريقة وتنهزم؟ شارع سكني، عوائل، ناس مأمنة، شلون يعني اردفتم تمشي هاي السرعة؟ اني لحد الان صافنة، لو صدق بشر واقف هنا، انسان، اطفال دا يلعبون طوبة، كان سقطت العالم اليوم انت. يعني معقولة هيك انت مستهتر؟ يعني شنو ذنب هاي العالم؟ هسه هذا كله كان سيارات مال العمارة مالت العالم، كله انضرب. وهذا الرجال خطية يقولوا لك اللي طابقه هنا عامل هنا يشتغل، بعد ما يدري هذا بسيارته خطية، هذا ما يدري بسيارته صاير بيها. شنو انت من بشر؟ شنو الاستهتار اللي انت بيه؟ يعني اني صافنة، انت سيارة حكومية، هذه امانة عندك، مو تستهتر بيها، هذه امانة عندك. يلا شوف القزيز، الدنيا خليت العالم تنفزع بهالليل، مستهتر بهالشارع هذا. شنو فرع الطبي بهاي السرعة وتضرب؟ شنو الشارع؟ برد افتهم. حتى انت هيك تسوي بالناس. طبعا شلون حصلنا رقمه احنا؟ خلف الله على جارنا اللي يصلح دراجات هنا، الولد حيدر طلع من المحل يركض لحقه، ويركض وراه لحد ما راح هناك، بس قدر يحصل الرقم مالته هم زين بالموبايل. يعني خلف الله على الولد جارنا. زين ليش تأذي الناس هيجي؟ ليش تفوت بشارع سكني بهاي الطريقة؟ شنو انت شنو من مرحلة واصل يعني؟ وتضرب لك 6 سيارات تفلشها وتروح. هاي العالم شنو ذنبها تنزل عليك عياط وصريخ؟ وخلف الله على هالولد اللي جاب رقمك وتصويرك، الشارع كله كاميرات. يعني انت من انهزمت ما تعرف اكو كاميرات هنا؟ شارع كله كاميرات. الله لا يرضى عنك ان شاء الله على اللي سويته بالعالم. شنو من سرعة؟ واحد طب بفرع بيك سرعة. وارجع وصفا عليك واقول لو الشارع بي اطفال، بي عوائل، بي مرضى تعبر، بي حجية دا تعبر، ما تقدر تمشي سريع، كان سويت بالعالم. انت كان سويت كارثة، انت حديد فلشته. لعد لو انسان واقف شو تسوي؟ يعني والله هذه مناشدة الى السيد وزير الداخلية المحترم. هذه السيارة راجعة الى وزارة الداخلية،
واليوم يعني هسه انا راح انزل التاريخ، واليوم راح يبين بيد من كانت. يعني ليش انت هيجي؟ يعني ما مفتهمه اني. لا حول ولا قوة الا بالله على هالعالم من السرعة، وعلى هالناس اللي نزلت تركض وفلشت سيارات العالم. وسيارات هذا خطية، هذا شنو سيارته؟ هذا خطية العامل، شنو ذنبه تفلش لي اياها هيجي؟ واحنا هم شنو ذنبنا؟ قاعدين ببيوتنا، انت طاب مستهتر بهالشارع.